في ليلة أول يوم العيد الكبير اتجمعت عيلة الأسطى يوسف في بيته كالعادة. العزومة اللي بيعملها الأسطى يوسف لأمه وإخواته زي كل عيد، ولكن المرة دي ما كانوش يعرفوا إن اللحمة اللي بياكلوها هي لحمة الأسطى يوسف حرفيا. في يوم من الايام العادية الناس كلها اتفاجئت ان الأسطى يوسف خارج من ورشته جري، والسبب في وقتها هو الصوت اللي سمعه واللي الشارع كله سمعه. الصوت في وقتها كان جاي من بيته، وبالتحديد من مراته اللي وقتها كانت ماسكة ابنها الصغير وكانت عايزة ترميه من البلكونة. الموضوع ما كانش مفاجئ للناس اللي كانت موجودة في الشارع ولا للأسطى يوسف نفسه. موضوع جنان مراته ما كانش شيء جديد، لا ده كان شيء مستمر ومتكرر في الايام الاخيرة. بس قبل ما نبدأ في قصة النهاردة يا صديقي، القصة صعبة ومرعبة فوق ما تتخيل. فقبل ما نبدأ كده يا صديقي ما تنساش اللايك الجميل بتاعك، وتدخل على طول على اوضتك بكوباية القهوة، وما تنساش الهاند فري اللي هيتحط في ودانك. ويلا بينا نبدأ في قصة النهاردة. في الأول كانت حياتهم هادية وجميلة، ويمكن كمان كانت أسعد من ناس كتير. محدش عارف إيه اللي حصل أو إمتى بدأ التغيير. مرة واحدة حنان مرات الأسطى يوسف اللي عندها 33 سنة اتغيرت بشكل ملحوظ، بقت منعزلة تماما عن الناس. كلامها مع الناس قل، وبدأت تتجنب إنها تخرج من بيتها. ده غير إنها في البيت نفسه بدأت تتغير. في وقت معين بدأ جوزها يلاحظ تصرفاتها الغريبة. كانت بتقعد دايما سرحانة ودايها وكأنها في عالم تاني خالص، ولكن عينيها تحس انها فيها نظرة مرعبة، نظرة كده تحسها فاضية ومفيش وراها عقل. وفجأة النظرة دي كانت بتقلب بنظرة كره ورعب. في الأول جوزها ما كانش مرتاح للي بيحصل، لأنها بدأت تهمل في نفسها وبيتها، والخناقات بين يوسف وحنان ما كانتش بتخلص. هتقول عادي يعني، ما أي زوجين بيحصل بينهم كده وأكتر كمان. هقولك ماشي معاك، بس حال حنان ما كانش كده من ساعة ما اتجوزت. وللعلم يا صديقي حنان قبل الأسطى يوسف اتخطبت لأكتر من عريس، وما كانش فيهم واحد بيقعد اكتر من شهر. كلهم قالوا عليها مجنونة، وده اللي خلى عيلة يوسف ما كانوش موافقين عليها. ولكن يوسف اصر وقال انا مش هاخد غير دي، رغم انه اكبر منها بيجي 12 سنة، ولكنها وافقت عليه، وفي مدة قصيرة خلفوا ولد وبنت. شوف بقى يا صديقي ايه اللي حصل معايا. حد من اصحابه نصحه انه يعرض مراته على دكتور نفسي او حتى دكتور مخ واعصاب، ولكن حنان رفضت لمجرد التلميح للفكرة، وقالت انها مش مجنونة. ولكن بما انه بيحبها فقرر انه يروح ويستشير دكتور نفسي. وراح فعلا للأسطى يوسف وحكى للدكتور على كل اللي بيحصل لمراته. الدكتور طلب انه يعرف حاجات عن ماضي حنان، فبدأ يوسف يحكي عن كل اللي يعرفه. حنان كانت طفلة زي اي طفلة، يمكن كانت شقية شوية بس عادي يعني. المشكلة يا دكتور كانت في ابوها المعلم عبده الجزار. ابوها في الوقت ده كان عامل رعب للبيت كله، ده لدرجة ان حنان كانت بتستخبى تحت السرير اول لما ابوها يوصل البيت. كان راجل شديد في المعاملة وما عندوش رحمة، وكانت اللغة الوحيدة اللي بيعرف يتعامل بيها مع اهل بيته هي الضرب والإهانة. كان ممنوع انها تغلط ولو غلطة صغيرة، وده معناها انها هتتاخد وهتتسحل في الارض، والشارع في وقتها كله هيسمع صريخها والخرزانة بتنزل على جسمها. وده طبعا انعكس على شخصيتها، انها بقت عنيفة جدا مع اخواتها وفي الفصل وفي الشارع. ولما كبرت شوية يا صديقي وبدأت تغلط اكتر، ابوها برضو كان بيعامل غلطها ده بالضرب والإهانة. اول ما بدأت تشد عودها وتبقى آنسة، بدأ العرسان خبطوا على بيتها زي الرز. البنت كانت جميلة وحلوة، ومين برضو ما يحلمش انه يناسب المعلم عبده الجزار. وما كانش فيهم حد بيقدر يقعد معها اكتر من شهر، ده لدرجة انهم كانوا كلهم بيقولوا ان دماغها دي مناخوليا. ولحد ما تقدم الأسطى يوسف الميكانيكي، ومن ساعتها وبقت كويسة جدا، او بالتحديد يوسف عمل حاجة خلتها هي تبقى كويسة. اللي حصل انه في يوم من الايام يوسف كان معزوم عندهم على الغدا، وحنان غلطت غلطة بسيطة، وابوها كالعادة
قايم علشان خاطر يديها بالقلم. يوسف في الوقت ده وقف قصاده ومنعه. وهنا صديقي حنان حبته وبقت تعشقه لحد شهر واحد بس، وحصلت بينهم خناقه عاديه. يومها يوسف كان راجع من بره متعصب ومد ايده وضرب مراته، ومن يومها يا صديقي وحنان حالها اتقلب. الدكتور كان رايه ان المشكله دي عندها من الطفوله، وحنان كانت بتعاني من قهر وظلم من ابوها. ولما يوسف مد ايده عليها ففكرها باللي حصل زمان، فحصلت لها انتكاسه. خرج وقتها يوسف من عند الدكتور اللي طلب من يوسف انه لازم يقابل حنان بنفسه، ويوسف مش عارف هيعمل الموضوع ده ازاي وازاي هيقنعها انها تيجي للدكتور. لما روح يوسف البيت كان هادي، هدوء غريب ومرعب. يوسف وقتها قلق وقال هما فين العيال؟ لا تكون المجنونة دي عملت فيهم حاجة. دخل وقتها يوسف على طول على أوضة العيال، والحمد لله لقاهم نايمين. راح وقتها على أوضة نومه اللي كان طالع منها صوت زي الهمس كده. قرب شوية وفتح الباب بهدوء، ولاحظ ان مراته كانت قاعدة قدام المراية. الأوضة في وقتها كانت ضلمة كحل، والشمعة هي اللي منوراها. نور الشمعة اللي كان منعكس في المراية كان مخلي شكلها مرعب، واللي خلى الدم ينشف في عروقه هو الوش اللي شافه جنب وش مراته في المراية. خرج يوسف جري من الأوضة وقعد يستعيذ بالله من الشيطان. خرجت حنان من الأوضة وعلى وشها ابتسامة، وهي بتقول له الحمد لله على السلامة يا حبيبي، يلا كده غير هدومك علشان العشاء جاهز. رغم ان يوسف كان متأكد من اللي شافه، ولكن كدب عينيه وقالك ده كان مجرد وهم. طول ما هم قاعدين وبيتعشوا كان بيبصلها من تحت لفوق، لان شكلها كان غريب بجد. ولكن الهدوء في وقتها ما طولش بصراحة، لانه قرر يقول لها على زيارته للدكتور. وهنا اتحولت تاني وانفجرت فيه وهتك يا زعيق، انا مش مجنونة، انتوا اللي مجانين. حاول يوسف يهديها ويتفاهم معاها، ولكن مفيش فايدة، والعشاء اتقلب بخناقة جديدة. والايام اللي بعدها حالتها اتدهورت اكتر وبقت منعزلة اكتر وما بتخرجش من الأوضة. وموضوع قعدها قدام المراية والشمعة دي اتكرر اكتر من مرة. ده غير ان يوسف لما قرر انه ينام في اوضه تانية شافها وهي بتتحرك بالليل. وفضل الوضع مستمر كده فتره، ولحد ما يوسف جت في دماغه فكره عشان يخرجها من الحاله دي. الخطه كانت ان اختها تعزمها على الغدا هي وجوزها والعيال، والضيف التالت كان هيبقى الدكتور. وده اللي حصل فعلا يا صديقي. وبعد حوالي ساعة من وجودهم عند اختها وصل الدكتور وانضم هو كمان للعشاء. في الاول الدكتور كان كلامه عادي، لحد ما واحدة واحدة بدأ يوجه كلامه لحنان، واللي كانت مش مستلطفاه من البداية ومستغربة كلامه. وبرر كلامه في وقتها بانه اخصائي اجتماعي، يعني ليه في علم النفس والحاجات دي. وفي الحقيقة الدكتور كان شاطر جدا في انه يداري شخصيته الحقيقية. والحد يا صديقي ما اخت حنان هي اللي وقعت بلسانها وبوظت الدنيا. وهنا بقى صديقي بدأت الكارثة. الدكتور في وقتها هرب لانه خلاص كانت على وشك انها تخلص عليه. ده غير طبعا البيت اللي اتكسر بالكامل فوق دماغ اختها وجوزها. وبعدها صديقي سابتهم وسابت البيت ومشي. لما يوسف والولاد رجعوا البيت لقوا ان حنان كانت نايمة، فهو كمان يا صديقي دخل علشان ينيم العيال وراح على اوضته عشان ينام فيها. ولكن في نص الليل يوسف حس بان في حاجة غريبة. حس وقتها انه بيتخنق، كأن في حاجة طبقة على نفسه. صحي مفزوع علشان يلاقي نفسه انه كان بيتخنق بجد، وان في حبل كان ملفوف فعلا حوالين رقبته، وحد وقتها بعيد كان ماسك الحبل وبيشد بعنف. فضل يوسف يحاول بعزم قوته لحد ما يوسف اتخدر وفقد الوعي. ولما فاق وأمن مكانه ما لقاش ان في حبل حوالين رقبته ولا في اي حاجة. كان كل اللي حاسس بيه وقتها هو وجع بسيط في رقبته. اتحرك بسرعة يوسف على اوضة العيال عشان يلاقيهم نايمين زي ما هما، وبعدها على طول دخل على اوضة حنان ولقاها نايمة زي الملايكة. شدها من دراعها بقوة ووقعها من على السرير، وقامت من مكانها وهي مش فاهمة ايه اللي بيحصل. الله على طول، يعني انا مستحمل عقدك ومستحمل جنانك
وفي الاخر ده يبقى اجازاتي؟ عايزه تموتيني يا حنان؟ عايزه تخنقيني؟ نظراتها كانت غريبه وكانها مش فاهمه ايه اللي بيحصل. يوسف في وقتها قرر انه خلاص مش هيقدر يكمل معاها، واخد الولاد وراح قعد عند امه. الجيران كانوا بيقولوا ان صوت صريخها وصوتها كان بيوصل لاخر الشارع، ده غير اصوات التخبيط والترزيع اللي محدش كان عارف ايه سببها، وما كانتش في الوقت ده سامحه لاي حد يقرب منها. يوسف كان بيمر عليها كل يوم يشوف طلباتها واكلها، ما هي مراته برضه ولسه على ذمته، ورغم كل اللي حصل ده كان متمسك بيها برضه. واستمر الموضوع لحد ما خلاص كنا داخلين على العيد الكبير. راح يوسف يبص على حنان كالعادة، لقى ان حنان اهدى واعقل بكتير من اي فترة فاتت، وحس انه خلاص حنان رجعت حنان بتاعت زمان. رجع يوسف وقتها لبيت والدته وحكى لها على كل اللي حصل، والست الطيبة اللي شجعته انه ياخد عياله ويرجع لمراته، وده اللي عمله فعلا. ده حتى الجيران كانوا فرحانين وحنان كانت في قمة الانبساط. ولكن للأسف يا صديقي ده كان أسوأ قرار ممكن ياخده في حياته كلها. في الوقت ده مسكت حنان ولادها وفضلت تبوس فيهم وتحضنهم، لأنها كانت أم محرومة منهم بقالها فترة. ورجع يا صديقي الهدوء تاني لبيت يوسف ومراته وأولاده، ولكن محدش كان متخيل المصيبة اللي هتحصل من ورا الهدوء ده. يوسف كان متعود إنه كل يوم عيد بيذبح ويوزع على الناس الغلابة. بعد ما خلص وزع اللحمة رجع بيته على الظهر. قال لحنان في وقتها انها تبدأ تجهز الاكل علشان العيلة معزومة كالعادة، ودخل هو على طول يريح شوية وقال لها تصحينا على طول اول ما يوصلوا الجماعة. وهو نايم حس بحركة غريبة وصوت دوشة في البيت، ولكن من كتر ما هو تعبان من توزيع اللحمة والشغل بتاعه فكان من نومه ولا كأن في اي حاجة بتحصل. ولكنه يا صديقي حلم بكابوس مرعب وهو نايم. شاف في قلب الكابوس ده حنان وهي بتخلص على اولاده. قام من النوم وقتها بسرعة وبدأ ينادي على اولاده، بس ما كانش فيه لا نفس ولا حس. الفار بدأ يلعب في عبه فجرى على طول على اوضه الولاد، ولكن ما كانش فيه اي حد جوه. قال في نفسه عادي يمكن نزلوا الشارع يلعبوا او راحوا عند الجيران. ولكن لما راح على الحمام علشان خاطر يغسل وشه شاف منظر قدام عينه خلاه يتخشب في مكانه. الحمام كان كله دم، كأن في مجزرة حرفيا حصلت. وفي البانيو قدام عينه كان في جسمين جوه البانيو متقطعين ومتشوهين، والاتنين اللي كانوا موجودين في البانيو دول هم ولاده. خرج يوسف وقتها من الحمام جري وهو مش عارف لا يعيط ولا يصوت ولا يعمل ايه بالظبط. المشهد كان بشع حرفيا ودماغه وقفت وما كانش قادر يفكر. ومن المطبخ سمع صوت حنان وهي بتدندن اغنيه لام كلثوم ولا كانها هنا. في الوقت ده جرى على طول على المطبخ وشدها من دراعها وقال لها انت عملت ايه يا بنت المجنونه؟ ردت عليه ببرود وبملامح كده غريبه وقالت له كانوا عاملين دوشه. يوسف في وقتها حصل له حاله هي الاقرب للعجز، ما كانش قادر يفكر ولا يعمل حاجه. مسك تليفونه في وقتها وجري ناحيه الحمام وهو مش عارف يعمل ايه، يكلم الشرطه ولا يكلم اخوه ولا يموت نفسه ولا يعمل ايه بالظبط. ملحقش وقتها يعمل اي حاجه للاسف، لان حنان في الوقت ده كانت واقفه وراه، وفي ثانيه وبمنتهى العنف سكينه اللحمه الكبيره كانت بتطير رقبة يوسف. بس الغريب ان حنان كانت واقفة وفي ايديها السكينة وعلى وشها ابتسامة مرعبة. اللي حصل بعد كده هو الاقرب للروايات او افلام الرعب. حنان اللي كان عندها شوية خبرة في الجزارة بحكم شغل ابوها مسكت حنان التلات جثث وبدأت تقطع فيهم حتت، والشر ما وقفش بيها لحد كده، دي قطعت وخدت اجزاء من الجثث وطبختها. انت متخيل انا بقولك ايه؟ طبخت لحم ولادها وجوزها. جريمة بشعة ما تخطرش على بال الشيطان ذات نفسه. بعدها على طول يا صديقي بدأت حنان تجهز للعزومة اللي معمولة للعيلة بالليل. ولما وصلت العيلة سألوا على يوسف اللي المفروض يكون في انتظارهم يعني، ولكن حنان قالت لهم هو خرج هو والعيال شوية وزمانهم راجعين. اخوه في وقتها كان بيحاول يكلمه لكن موبايله كان دايما مقفول. الموضوع كان غريب شوية
بس حنان كانت بتتعامل بمنتهى البرود. الموضوع طول شوية ولحد ما يوسف بعت رسالة لاخوه بيقول له فيها انا عندي ظروف وهتأخر شوية. وطبعا الرسالة اللي كانت مبعوتة دي كانت مبعوتة من حنان نفسها. الموضوع كان غريب بالنسبة لاخو يوسف، طب هو ليه ما اتصلش؟ وبدأ بعدها يرن اكتر من مرة والموبايل كان مقفول. اخو يوسف قال اكيد في حاجة غلط. هنا اخو يوسف راح وسأل حنان هو يوسف فين؟ ما ردتش عليه. ولما سألها للمرة التانية وبنبرة قوية قالت له معرفش. في اللحظة دي يا صديقي اخو يوسف سمع صرخة مراته بره فخرج بسرعة عشان يشوف ايه اللي بيحصل. كان الولاد في وقتها قعدوا على السفرة عشان ياكلوا، وراحت للعيال علشان تقول لهم عيب كده وما يصحش، واتفزعت من المنظر اللي شافته قدام عينيها. طبق شوربة كان محطوط على السفرة وكان موجود جوه طبق الشوربة ده صباع بشري مقطوع. الاحداث بعدها بتجري بسرعة، اللي بيجري واللي بيصرخ واللي اغمى عليه. والشرطة في وقتها كانت وصلت والجيران اتلمت واكتشفوا المجزرة اللي حصلت جوه الحمام. وفي اثناء التحقيقات مع الشرطة ما قدروش يطلعوا من حنان لا بحق ولا بباطل، كان عقلها خف خلاص. والقاضي في النهاية امر بنقلها لمستشفى الامراض العقلية اللي موجودة في المنصورة. ويا دوب يا صديقي يعدي اسبوع بالظبط على وجود حنان في المستشفى، وتقدر حنان بعدها تهرب من الحراسة والأمن اللي موجودين وتطلع فوق سطح المستشفى وترمي نفسها. وبكده يا صديقي تكون أنهت حنان حياتها بإيديها. ودي كانت نهاية قصة حنان اللي حصلت في المنصورة 2012. ودلوقتي يا صديقي أنا محتاج رأي كل واحد فيكم، هل اللي حصل لحنان ده كان بسبب والدها واللي عمله فيها زمان، ولا في سبب تاني خفي ما نعرفوش لحد دلوقتي؟ استنى رأيكم في الكومنتات تحت الفيديو. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله من برنامج النباش. شوفوا الشوك على خير.